انت يا بت مقصوفة الرقبة. صحيح، هي مين مقصوفة الرقبة دي؟ ايام الحملة الفرنسية على مصر نابليون بونابرت شال عمر مكرم وجاب مكانه صاحبه الشيخ خليل البكري، وكان نابليون كل يوم والتاني سهران عند الشيخ خليل، وخليل كان بيخلي بنته زينب تقعد معاه في السهرات دي، فالناس بقت بتجيب في سيرتها وتقول ان هي ونابليون صحابه كده. بقى كده يا شيخ خليل تجيب لنا الكلام. والبت زينب كانت صغيرة وزي القمر، فلما الاشاعات زادت الناس هاجت وماجت وهجموا على بيت الشيخ خليل وسرقوه واعتدوا على ستاته كمان. بس نابليون طبعا ما سابش صاحبه وانتقم له من كل اللي عمله كده. ولما جت سنه 1801 خرج الفرنسيون، لا مش من كاس العالم، ده من مصر، فالمصريين بقى حكموا كل اللي اتعاملوا مع الفرنسيين، وطبعا اللي كان منهم البت زينب، وابوها علشان يخلص نفسه قال لهم انا بريء منها ومن كل عمايلها. ايه الاب الخاين ده؟ فحكموا على البت زينب بقصف الرقبه، يعني قطع رقبتها. ومن يومها بقى اي بت عمايلها مش تمام يقولوا لها مقصوفه الرقبه.